نابليون في عهده كان أقوى رجل في أوروبا، لكن كان في موقف في حياته كان نابليون فيه أضعف ما يكون: غزو الأرنب العظيم. في عام 1807 بعد ما شعر نابليون بمتعة النصر على الإمبراطورية الروسية، وجد إن الوقت قد حان للاحتفال، فطلب من رئيس أركان جيشه بقلب جامد كده إن هو يرتب له احتفالية حكاية فيها غدا وفيها صيد للأرانب في الهواء الطلق. بس يا ريته ما كان طلب الطلب ده من رئيس أركانه. ليه؟ هنعرف بعد شوية. رئيس أركانه ما كدبش خبر، راح بسرعة جمع حوالي من 1000 ل 3000 أرنب، اختلفت الروايات في العدد، وحطها في أقفاص حوالين الحقل اللي هم كانوا عاملين فيه الحفلة، انتظار لمين؟ لوصول نابليون وضيوفه. فجأة وصل نابليون والضيوف لمكان الاحتفال، راحوا مخرجين الأرانب من الأقفاص بتاعتها. أول الأمر نابليون والضيوف حسوا بسعادة كبيرة جدا وهم شايفين الأرانب وهم يطلعوها من الأقفاص، لكن فجأة اتبدل الأمر، ابتدوا يشعروا بالخوف لما لقوا إن الأرانب بدل ما تهرب جاية بتجري عليهم. يا نهار أبيض، تخيل 3000 أرنب بيجروا عليه. لقينا فجأة نابليون ده بيجري. بتجري من إيه يا نابليون يا أقوى راجل في أوروبا؟ لا يا عم، ده 3000 أرنب بيجروا عليا. لقى الأرانب تحت رجليه في كل حتة، ولقاهم كمان بيحاولوا إن هم يطلعوا عليه. جري يا جري يا نابليون على عربيتك والأرانب بتجري معاه. نط يا نابليون في عربيتك والأرانب برضه بتنط معاه في العربية. اللي فجأة نابليون بقى عمال يحاول يقفل الباب وفي نفس الوقت يرمي الأرانب اللي نطت معاه في العربية، يرميهم من الشباك ويصرخ ويقول للسواق: اجري بسرعة من هنا، اجري بسرعة من هنا. وساب ضيوفه الله أعلم عملوا إيه هم بقى مع الأرانب لوحدهم. فاكر لما قلتلك إن نابليون اتسرع لما طلب الطلب ده من رئيس أركان جيشه؟ تعرف ليه؟ رئيس الأركان لما حب يجيب الأرانب استسهل، بدل ما يجيب أرانب برية جاب أرانب من المزارعين. هتقولي طب إيه الفرق؟ الفرق إن الأرانب البرية بتخاف من البشر، يعني هتجري وتهرب بعيد، لكن الأرانب اللي جابها من المزارعين متعودة على البشر لأن هما دايما بيأكلوها. فأول ما فتح الأقفاص جرت على البشر، كانت بتحسبهم إيه؟ هيأكلوها. فرار نابليون من الأرانب في غزو الأرنب العظيم موقف غريب فعلا وفكاهي برضه في حياة نابليون، ولكنه حدث بالفعل.